كابتن محمد عبد الله مدرب منتخب مصر الوطني للشباب. اهلا وسهلا بحضرتك كابتن اهلا محمد. بيك كابتن محمد. والله بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا كده يا كابتن محمد، احنا الماتشات اللي هي المفروض تدريبيه اللي هي قبل البطولات، المفروض المدرب ما بيطلعش كل اللي عنده مره واحده، وبيحاول ان هو يجرب اكبر عدد من اللاعبين اللي عنده على اساس ان هو يقف على جاهزيه كل لاعب. فالمستوى مش مقياس بالنسبه للمباريات التدريبيه، لكن طبعا بالنسبه للفرص بتاعت مصر فرصها قويه جدا. بالنسبه للبطوله ان هي طبعا بتقام على ارضنا، واحنا المفروض في الفتره الاخيره كرفنا وكعبنا عالي على الفرق التونسيه والجزائريه من مستوى الناشئين والبطولات اللي قبل كده اللي هي على مدار السنتين اللي فاتوا. طبعا البطوله الاخيره كانت في الجزائر، منتخب الجزائر اخذها. دي مش مقياس برضو على اساس ان كان بيلعبوا ضمن الجمهور بتاعهم، واحنا يمكن عندنا نقاط كتير ممكن تفوق البطوله اللي فاتت. كل فرقه بتحضر اللي عندها، وكل فرقه بتحاول ان هي تشوف المنافسين وبتدرس المنتخبات الاخرى. وان شاء الله يعني على ما اعتقد ان مروان يعني عنده كم كبير برضه، يعني مش قادر يظهره مره واحده قبل البطوله، لان طبعا المتابعين كتير من خلال تونس والجزائر. هو غالبا ان شاء الله هيبقى المربع الذهبي منتخب مصر وتونس والجزائر وانجولا. دي الاربع فرق اللي هم المفروض من اجهز المنتخبات اللي موجوده، وعلى مدار برضو البطوله اللي فاتت والمستويات اللي احنا شفناها منتخب انجولا في تقدم مستمر. منتخب تونس اعتقد ان هو هيبقى النهائي مصر تونسي ان شاء الله يا كابتن محمد. ان شاء الله نكسب باذن الله ان شاء الله، ومتشكرين لحضرتك جدا. ربنا يخليك كابتن محمد، وبالتوفيق ان شاء الله، وتبقى فرصه حلوه يعني لما الجمهور يحضر والبطوله تبقى على ارضنا ونكسب ان شاء الله للمنتخبات اللي جايه كلها ان شاء الله يا كابتن محمد. يا كابتن محمد.